أول عروسة للفنان أحمد العوضي طلبت إنها تتزوج من شاب شبه أحمد العوضي. ناس كتير قوي هتدخل على الصفحة تقولك إيه الهيافة اللي انتوا بتتكلموا فيها دي. لو انتوا اعتبرتوا إن فكرة إن في بني آدم أو بني آدمة أو إنسان أو إنسانة يسيبوا كل حاجة في حياتهم ويقعدوا يختلقوا قصة ويختلقوا شخصية ويجيبوا لها هدوم معينة ويتعاملوا مع صحفيين يقعدوا، او مش صحفيين، ناس بتطلع لايفات في مواقع يقعدوا يختلقوا قصة ملهاش اي اساس من الصحة لجذب الانتباه. يعني الحلقة النهاردة على ايه؟ الحلقة النهاردة يا سادة على ان مش بس اللي بقى بيتعمل على السوشيال ميديا كتير او كل الناس بقت فيه نجوم، لأ، ده أصبح هناك اختلاق للمواضيع واختلاق للقصص الغير حقيقية للظهور. فبقيت أنا بتفرج على كذبة كبيرة. يعني أنا دلوقتي في السوشيال ميديا مش بتسلى بقصص حقيقية أو بشوف مواضيع الناس أو بتطرق لحياة الناس الشخصية، لأ، ده أنا كمان بشوف حاجات مش حقيقية. يعني هي ولا عايزة عريس ولا بتطلب عريس ولا واقفه في الميدان عايزه عريس، هي اتفقت مع حد يجي يصورها وتقول انا، ما هو مش معقول يعني اللي صورها الفيديو ده معدي كده فراح طالع الموبايل. لا، دول بيقعدوا ويعملوا قصه ويقولوا يلا احنا هنلبس فستان فرح مفيش ايربيس وهنقف في ميدان عام وهنعمل وهنسوي وانتي هتقولي ان انتي عايزه عريس فاحنا هندخل عليكي ونقول لك مش عارفه ايه ونكتب عنوان ايه. هل الناس دي وحشه؟ هل الضيفه اللي معانا؟ لا، هي ست عندها عيال زي ما ذكرت واكيد بيطلب منها انها تعولهم، وفي نفس الوقت غير متزوجه، وفي نفس الوقت ما عندهاش حاجه تعملها غير انها عايزه تتشهر. الناس دلوقتي بتشوف ان يعني اكل العيش السريع او الربح السريع فان انا ابقى مشهوره. ايه، اجيب موبايل وافتح لايف واعمل قصه. في ناس بقى بتفتح لايفات تعمل محتوى. فدلوقتي عندنا بقى قصه جديده، ان بدل ما اقعد افكر في محتوى ولا في تمثيليه ولا في يوميات ام خالد ولا ام جنى ولا ام امل ولا مش عارفه ايه، لا، ده انا اوفر كل ده واختلق قصه اتشهر بيها. يعني النهارده رساله الحلقه، مش كل اللي بتتفرج عليه حقيقي ومش كل القصص اللي بتتقال حقيقيه.